سيطرت حالة من الغضب على محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بعد توقيع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نادي الزمالك، واقترب من التواجد في القلعة البيضاء. وأبدى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي استياءه الشديد وغضبه من اللاعب أحمد عبد القادر بسبب ما وصفه بتمرد اللاعب داخل الفريق الأحمر. ووفقا لمصادر مقربة، فإن عبد القادر يرفض بشكل قاطع جميع الخيارات التي طرحتها إدارة الأهلي لمستقبله، سواء تمديد تعاقده أو الخروج على سبيل الإعارة أو البيع النهائي أو حتى الدخول في صفقة تبادلية. وتأتي أزمة أحمد عبد القادر لتشعل سوق الانتقالات الصيفية، وتضع الأهلي في موقف حرج مع أحد أبرز لاعبيه، حيث يعد اللاعب البالغ من العمر 26 عاما من المواهب الهجومية التي يعتمد عليها الفريق، إلا أن سلوكه الأخير يشير إلى رغبة واضحة في تغيير الأجواء ورفض تمديد العقد أو قبول أي من الحلول المقترحة من قبل الإدارة، يفسر على أنها محاولة للضغط من أجل الرحيل. وكشفت المصادر أن اللاعب قد اتفق بالفعل مع مسؤولين داخل نادي الزمالك على التواجد داخل القلعة البيضاء في الموسم المقبل. هذا الاتفاق لو صح يمثل تحولا كبيرا في مسار اللاعب، وقد يشعل منافسة حامية بين قطبي الكرة المصرية، ما يزيد عن تعقيد الموقف بالنسبة للأهلي. هذا الوضع يجعله قريبا جدا من الانتقال إلى الفريق الأبيض في صفقة انتقال حر أو بسعر رمزي، خاصة إذا استمر اللاعب في موقفه الرافض. ويضع هذا السيناريو الأهلي أمام خيارين صعبين: أما محاولة إقناع اللاعب بالعدول عن قراره والخضوع لمتطلبات النادي، أو المخاطرة بخسارته دون مقابل مادي يذكر. في النهاية، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. وشكرا.